الفترة اللي فاتت كانت من أصعب الفترات اللي عدت عليا، شهرين ونص امتحانات بدون توقف. فالنهاردة جاي أقول لك الخطة اللي أنا استخدمها أو العادات اللي أنا استخدمتها علشان أقدر أمنتج الدنيا دي وأطلع بأقل الخسائر من الفترة دي، وأطلع بأكتر عائد مرضي ليا ولأهلي وللناس حواليا. تمام. فده من أبسط الأنظمة اللي أنا استخدمتها علشان أقدر أرن خلال الشهر ونص دول بتوع الدراسة. فيلا بينا نعرف إيه النظام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أصعب الحاجات اللي كانت بتواجهني الفترة دي هي أنت إزاي تصحى بدري، ودي كان السر. صحيانك بدري هو نص الدنيا كلها، لأن أنا سمعت مقولة لإبراهيم عادل قال لك إن الصحيان بدري هو أفضل حاجة أنت ممكن تعملها في حياتك، لأن أنت هتبدأ قبل ما الناس تبدأ حرفيا. ودي كانت هنا تركة اللي أنت تركز عليها علشان تفرق عن غيرك. كان الصحيان بدري المشكلة، فعشان أحل المشكلة دي كان أول خطوة ممكن تعملها إن أنت تظبط المنبه. وإزاي تظبط المنبه دي كانت هي التركة في الصحيان بدري. نيجي هنا في أول خطوة وهي إزاي تظبط المنبه. المنبه هو اللي هيترتب عليه اللي أنت تصحى بدري. فكنت سمعت فيديو إن أنت عشان تظبط المنبه أو عشان المنبه يصحيك لازم يكون المنبه بعيد عنك. فدي أهم تركة. في معظمنا بينام ويسيب المنبه جنبه على الكومودينو، بحيث إن أنت المنبه لما بيرن أنت بتقوم تقفله وتنام تاني وتكمل نوم. تمام. دي بقى الغلطة اللي بنقع فيها. جربت لمدة شهرين ونص دول إن المنبه يكون بعيد عني، يكون على المكتب وينام على السرير، بحيث لما يرن أقوم من على السرير، أقوم من الدفى اللي أنا كنت فيه وأروح أقفله. فهنا التركة اللي كانت 10/10. من هنا بديت أصحى بدري. اللي أنت كل ما المنبه تظبطه وتحطه على المكتب هيبدأ يرن. لما يرن انت هتقوم هيصحيك، هتروح. ولازم يكون صوته عالي، مش هتحطه صوته واطي ومش هتصحى كده، لا انت كده مش هتصحى. تمام. لازم يكون صوته عالي بحيث ان انت يصحيك وتروح تقفله. فانت خلاص انت قمت من الدفع اللي انت فيه. ودي كانت اول تركة ازاي تظبط المنبه عشان صحيت بدري. ظبطت المنبه خلاص انت صحيت بدري كده. في حاجة بقى لازم تعملها جنب المنبه علشان تاخدك للي بعدي. الحاجة اللي لازم تكون عاملها جنب المنبه اللي انت تكون كاتب انت هتعمل ايه اول ما تصحى. احنا اتكلمنا في فيديو سابقا ازاي تستخدم النوت بوك وازاي تدون في النوت بوك الحاجات اللي انت عايزها، بحيث اللي انت تصحى من النوم تكون عارف انت تعمل ايه وتكون كاتب قبل ما تنام، بحيث ان انت مش لسه هتفكر تعمل ايه، انت اوريدي عارف انت تصحى تعمل ايه بالظبط. فتكون النوت بوك جنب المنبه. دي اجمل حاجه اللي ممكن تعملها، لان انت هتبقى عارف فعلا صحيت من النوم، صحيت بدري، صليت الفجر، شفت انت عايز تعمل ايه بالظبط وعرفت انت عايز تعمل ايه. فدي رابع حاجة انت ممكن تعملها جنب المنبه عشان تعرف انت عايز ايه. خامس حاجة اللي انت تقفل التليفون. تقفل خصوصا اشعارات التليفون، ويا حبذا لو انت حازف السوشيال ميديا. حذفت السوشيال ميديا لمدة شهرين ونص، كان ليهم الأثر الأعظم بإذن الله. هيعمل فيهم حلقة أو ليهم حلقة هتنزل ازاي كفلان السوشيال ميديا. حجبت عني حاجات كتير جدا كنت واقع فيها في مفرغة الوقت وهكذا. فخامس حاجة لازم تبعد عنك التليفون أو تقفل الإشعارات. التليفون طول ما هو على عينك أو عينك شايفاه أو جنبك على المكتب أنت مش هتعرف تذاكر، سواء من الإشعارات سواء أنت عينك عامل كونكت بالتليفون. خلاص أنت الدوبامين كل شوية لفيك، أنت عايز التليفون، عايز تمسك التليفون، إيدك بتاكلك عايز كل شوية تلمس التليفون. فده مش هتعرف تركز، هتبقى مشتت، مش هتعرف تعمل حاجة. خامس حاجة اللي انت تقفل التليفون او الاشعارات وتبعد التليفون. ده افضل حل، انت تبعد التليفون عنك نهائيا، بعيد عنك خالص. ثالث حاجة تكون ظابط هدف ليك في اليوم ده اللي انت تحققه، يعني كاتب هدف في ورقة وحطه على الحيطة قدامك او على المكتب علشان تبقى عارف تنجز ايه في اليوم ده، بحيث ان انت لو كل اتشتتت كل شوية تعرف عينك تقع على الورقة دي فتعرف انت عايز ايه بالظبط. زي المثال ده انا عامل بورتابل على الحيطة، حاطط فيه انا عايز اعمل ايه، كاتب فيه الحياة اللي انا بحبها والحياة اللي بتديني حافز ان انا اكمل، او مقولات انا بحبها لناس انا بتابعهم او بحبهم.
أنت ممكن تعمل حاجة زي دي بما يناسب مكانك أو المكان اللي أنت بتذاكر بيه، بحيث إن أنت على طول عينك تيجي عليها، فتخلّيك على طول تفتكر أنت إيه هدفك في اليوم ده عايز تنجزه علشان تحقق هدف الأسبوع والشهر والسنة اللي أنت حاطه الplaylist بتاعتك، تمام؟ هم دول ال6 حاجات اللي أنا استخدمتهم وعملتهم وطبّقتهم خلال الشهر ونُص في وقت الامتحانات، ضبطوا معايا الدنيا، كنت بارَن وما فيش متضايق ولا يأس ولا في أي نوع من التعب، لأن أنا كنت عارف باعمل إيه وعايز إيه بالضبط ومنظّم كل حاجة وكل حاجة ماشية بسلاسة. يا حبذا بقى لو أنت بتستخدم تطبيقات من تطبيقات اللي بتقدر تدوّن عليها أونلاين سواء على اللاب مش على التليفون، مش شرط تكون على اللاب قدّامك بحيث إن هي تذاكرك بعيدًا عن البورتال، تمام؟ ودي كانت نهاية حلقتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.